ونقعد جوه يا قلب بابا. احلى حاجه في الدنيا رغم التعب والشقه اللي انا فيه، بس لما بشوفكم بحس اللي فيا قوه الدنيا. هو احنا ما ينفعش تاخد اجازه عشان احنا عايزين نخرج احنا ثلاثه؟ ما انتوا عارفين اللي انا لسه رايح الشغل دوت جديد بقالي اسبوعين، ولو قلت لهم ان انا عايز اخد اجازه ممكن يرفضوني، وانا ما صدقت لقيت شغل. ربنا يقويك ويخليك لينا. احنا قصدنا انك بترجع من الشغل تعبان فبتخش تنام، واحنا ما بنلحقش نقعد معاك خالص يا بابا. هتصل بالمدير دلوقتي واستأذن منه. الو. ايوه يا استاذ، ينفع اخد بكره اجازه وافسح العيال؟ ايه؟ طب ليه؟ هيتخصم مني 200 جنيه؟ لا خلاص انا جاي بكره الصبح. سلام. هي قالك ايه يا بابا؟ قال لي شويه عشان انا بس لسه نازل الشغل. انت متاكد اللي هو قالك كده؟ طيب يا بابا انت بعد كده ما تجيبلناش حاجه حلوه وادينا فلوس واحنا هنجيب. بس كده؟ حاضر، انا عينيا ليكم. معلش يا حبيبي، ربنا يقويك. انا تعبان قوي، ممكن تغسلي هدوم الشغل؟ والله ما في مسحوق، معلش حطيه كده في الميه من غير مسحوق لغايه ما ربنا يسهل. صاحب البيت عايز الايجار واحنا بقالنا شهرين، وانا عارفه ان انت ما معكش، هنعمل ايه؟ لقيت محفظه وقعدت اسال على صاحبتها والحمد لله جت وخدتها. ليه كده؟ ده رزق ربنا بعتهولك وانت رايح يا اخويا تديهولها. حرام، فضلت تدور عليها وانا عملت الصح وادتني بالحلال 500 جنيه. ادي للراجل ايجار الشهر والباقي اديه مصروف للعيال. هكلمه يجي ياخد الايجار واجيب مسحوق اغسل بيه. قولي لي يا هنا، بديكم مصروفكم ولا بشوفكم بتجيبوا حاجه ولا باين عليكم بتودي الفلوس فين؟ لا يا بابا نجيب وانت مش موجود. ماشي، مش عايزين اي حاجه تاني؟ بابا طلب بسيط، عايزه 50 جنيه ضروري. ليه؟ ما انت بتاخدي كل يوم مصروفك ولا حاسه بيا ولا عندك نظر انا تعبان ازاي. انا قسيت على البت قوي، انا هديها الفلوس. انا هحطها لها تحت المخده. ايه الفلوس دي كلها؟ في ايه بتزعق ليه؟ شوفي ايه الفلوس دي كلها؟ بنتك فين؟ حاضر هندهلها اهو من بره. نعم يا بابا. ايه الفلوس دي؟ وكنت عايزه عليهم تاني 50 جنيه. بقالنا اسبوع بنحوش فيهم انا واختي. فاكر يا بابا لما كلمت المدير وقلت له انك عايز تاخد اجازه، راح قال لك هخصم منك 200 جنيه لو خدت اجازه؟ ايوه فاكر. احنا بقى حوشنا 150 جنيه وكان فاضل 50. كنا عايزينك تقعد معانا وهنديك ال 200 جنيه بدل اللي هيخصموها منك عشان تبقى مش شايل هم. ايه ده؟ كل ده عملتوه عشاني؟ عشان اقعد معاكم؟ فعلا الفلوس الحلال بتربي العيال الحلال. الحمد لله يا رب. انا عمري ما اخبي فلوس اصلا، انت مش مخلينا محتاجين حاجه، احنا بس كنا عايزينك ترتاح يوم بس من الشغل. حبيبتي يا بنتي،